السيد الوزير المحترم، وفي نفس السياق ونحن نناقش إشكاليات وتحديات ورهانة الشباب، نستحضر معاناة شباب جهة الداخل وادي الذهب على سبيل المثال وليس الحصر من الإقصاء من الاستفادة من المشاريع الفلاحية. فمؤخرا أعلنت وكالة التنمية الفلاحية بلجيع عن طلبات عروض بخصوص إطلاق المشاريع الفلاحية للسقي ب5000 هكتار بجهة الداخلة، إلا أن نتائجها كانت مخيبة لأمال الشباب المنطقة من حامل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وسجلنا بشأنها تجاوزات أقصت هؤلاء الشباب وعاكست مصالحهم. فهل بمثل هذا الإقصاء ستحقق الحكومة رهان بثاق طبقة فلاحية متوسطة وتوسيع قاعدة تشغيل الشباب، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث جاء في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء ما يلي: وفي المجال الفلاحي تم توفير وتطوير أزيد من 6000 هكتار بالداخلة وبجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة. انتهى منطوق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وشكرا السيد الرئيس. شكرا. كلمة لكم السيد الوزير للرد على هذا التعقيب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. بالنسبه للفلاحه راه كان معكم سيد الوزير قبيله، كان من الاحسن تطرحوا عليه السؤال. انا غنرجع للسؤال الاساسي باش واحد المعطى اخر. فاش كنتكلموا على الشباب في الحقيقه راه خصنا نحيدوا هذا المصطلح، راه كل شاب وعنده مشروع ديالو. لهذا الهيكله الحكوميه، لان ما كتهضرش فاش واحد القطاع معين ما كيعتبروش كشاب او ماشي شاب، راه مواطن مغربي. يمكن تكون عندك 23 عام وعندك مشروع استثماري، يعني انت معني بقطاع الاستثمار. يعني كل شاب عنده واحد الرؤيه مختلفه ديال حياته كيفاش بغاها تكون، وعلينا ان نلتزم كحكومه باش نحاولوا نقدموا احسن ظروف باش ذاك الشاب المغربي مهما كان السن ديالو ينجح في الحياه ديالو، بغى يكون موظف، بغى يكون مقاول، بغى يكون صالاري. يعني الهدف الاساسي، وحنا في التحدي هو 2030، لان 2030 ليس فقط واحد لقاء رياضي اللي كيتسنانا فقط، ولكن كنعتبروها واحد المحطه تنمويه بامتياز. هذه المحطه التنمويه بامتياز هو التحدي باش من هنا ل 2030 اي شاب مغربي يلقى ذاك الطموح ديالو يحققهم. علاش؟ لان مازال نعتبر ان الحلم المغربي ممكن. شكرا سيد الوزير، ونشكركم كذلك على مساهمتكم.